اهو. انا في المدينه بلد سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا رب يرزق كل مشتاق، يا رب يرزق كل مشتاق يا رب بزياره بيت الله الحرام، بزياره الحج والعمره، وزياره سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله بفضل الله وكرمه ربنا رزقني بزياره بيت الله الحرام. يعني الحمد لله الحمد لله. الحاجه الحلوه اللي حصلت في حياتي ان انا ما كنتش جايه المدينه، يعني ما كانش معايا فلوس ان توصلني المدينه. وصديقي الغالي يعني جزاه الله خير هو اللي تكفل بيا وتكفل بزياره المدينه والفندق وكده. الله يفك هم وكرب يا رب. المهم ان انا بامر الله اللي انا عايزه اقوله ان انا جايه احرم ان شاء الله، وهعمل عمره لبابا وانا نازله على مكه. يعني انا نازله ان شاء الله يوم الخميس بعد بكره، فهنزل اعمل عمره لوالدي الله يرحمه يا رب ويسامحه. يعني بابا في خلال سنه انا عملت له 3 عمرات في خلال سنه واحده بس. هو ميت بقاله سنه ولا شهر بالظبط، 11 شهر في خلال سنه، لان انا سافرت عمره قبل ما يتوفى الله بكام شهر، 3 4 شهور. فربنا رزقني وهو كان تعبان، ربنا رزقني وعملت له عمره. وبعد وفاته عملت له عمره، خرجت من الاسكندريه احرمت لابويا وعملت له عمره. وكمان اهو بعد قبل ما يكمل سنه، الله اكبر يا رب، ربنا يجعلها مقبوله، هعمله برضو عمره ان شاء الله. اللي انا عايزه اقوله انا كنت كبنت انا ربنا يعلم اني بحب ابويا قوي قوي، بس قصرت. الوجع اللي جوايا هيفضل جوايا. اي وجع ما بيروحش مع السنين. اللي بيقولك ان الوجع بيروح، لا، الوجع ما بيروحش. وجعك على ابوك او على امك ما بيروحش، لان انت في يوم من الايام قصرت مع ابوك. وانا قصرت طبعا، خدمته وشلته، وابويا حبيبي ما قصرتش معاه كخدمه، لكن كبنت اكيد قصرت، كسنين اكيد قصرت، اكيد ضايقته في حاجات كتير ما بيننا. انا اكيد كنت غلط فيها وهو اكيد كان غلط فيها، بس ما بقاش في وقت اصلحها. فعايزه اقول لكل اب، لكل ابن وكل بنت، لو ابوك عايش روحي له واديه، ما تخسريهوش، ما تزعليش ابوكي ولا تزعلي امك. الاب والام نعمه، الاب والام نعمه كبيره قوي. انا حصل لي حاجات حلوه في حياتي كتير علشان بريت امي وابويا، علشان انا مع امي وابويا، عشان برهم. بس مجرد اني بريت امي وابويا ربنا رزقني بحاجات كتيره قوي حلوه، ومن ضمنها زياره بيت الله الحرام 3 مرات في سنه واحده. يعني سنه واحده، الله اكبر اللهم بارك. فدي حاجه لوحدها، ومن ضمنها حجه. يعني كمان ربنا رزقني بحجه كبيره. يعني الحمد لله يا رب، الف حمد والف شكر ليك يا رب. انا بقول يعني ده دعاء امي وابويا ليا، انا بقول ده بري ليهم. الحمد لله يا رب. انا امي وابويا دول باولادي. ابويا الله يرحمه يمكن انا ما كنتش يعني مثلا مش هو سندي، مش هو ظهري، مش هو، لا ما كناش كده. ما كنا، احنا وصلنا لمرحله ان فعلا انا بقيت سند نفسي، انا بقيت قويه نفسي، انا كذا نفسي. ده مش معناه ان هو حد قليل، لا بالعكس، هو كل حاجه في حياتي. هو اللي خلاني حلوه، هو اللي خلاني قويه، هو اللي خلاني عندي شخصيتي دي في شغلي في حياتي، هو اللي خلاني كده. الاب والام نعمه بجد كبيره قوي. يمكن ابويا لو عشت عمري كله مش هعرف اوفي حقه والله. برضو اللي انا عايزه اقوله ان كل واحده وكل واحد ما تزعلش امك وابوك، من غيرهم صدقني مش هتكسب. انا والله ما كسبت خير الدنيا كله الا بفضل الله ثم امي وابويا، والله بفضل الله ثم امي وابويا. بس دعائهم ليا وصلني لحاجات كتيره قوي. فبالله عليكم اللي ام وابوه عايشين ما يزعلهمش. روح راضي امك وابوك. انا اذكر ولادي كمان، اذكر ولادي قبل اي حد. الجنه تحت اقدام الامهات، الجنه تحت اقدام الابهات. مش هتخش الجنه غير ببر امك وابوك. ابوك بس وسط الجنه. يعني ابوك في باب كده وسط الجنه. يعني البر دوت بره في حياته قبل ما يموت، قبل ما الوقت يضيع.
بروا اهاليكم يا جماعه. هنفضل طول عمرنا موجوعين على اهالينا اللي ماتوا، لان اكيد اثرنا كلنا. لو ابوك عايش دلوقتي، انا فقدت ابويا بقاله سنه مثلا، لو ابويا رجع هعمل حاجات كتيره قوي ما كانش لازم اعملها. هصلح حاجات كتيره قوي، هروح احضنه. هروح احضن ابويا وابوس ايده وابوس رجله واعرفه قد ايه هو غالي. يمكن انا كنت زعلانه اني ما كنتش بعرف ابويا قد ايه هو غالي. هفضل طول ما انا عايشه اعمل له عمره واعمل له حج. انا عملت له 3 عمرات بامر الله في اقرب وقت، ربنا يرزقني واطلع اعمل له حج كبير، حج يمسح له كل ذنوبه يا رب. اللهم امين. بالله عليكم حافظوا على اهاليكم، حافظوا على امكم وابوكم قوي. بعد الام والاب مفيش حد، والله ما في حد.